السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي ومتابعيني؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله معانا وصفة جديدة، وصفة الرقاق الناشف. هقولك النهاردة معايا في الفيديو ده ازاي يطلع معاكي مورق كده وهش وجميل، ولو عايزاه طري هقولك ازاي يكون معاكي طري وازاي يكون معاكي ناشف. إيه لو انتوا بتحبوه مقرمش مش ناشف يعني قصدي. إيه هقولك على كل التريكات في الفيديو ده ان شاء الله. تابعي معايا الفيديو للاخر، ولو اول مرة تشوفي قناتي يا ريت تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان تشوفي كل جديد. يلا بينا نبدأ الوصفة بتاعتنا. انا هنا معايا بصلتين كبار كده حلوين مقطعهم مكعبات صغيره. يعني الافضل في الوصفه دي ان هي تكون متقطعه مكعبات، ما تكونش مبشوره. تمام. هروح بيهم على النار كده واحط لهم معلقتين من السمنه. انا حطيت 3 لان المعلقه دي يعني صغيره، معلقه الاكل العاديه. وهشوحهم كده دقيقتين على النار، مش عايزاهم يتبلوا، انا بس بديهم تشويحه خفيفه. وبعدين هننزل عليهم بكميه اللحمه بتاعتنا. احنا كده بنعمل اللحمه اللي هي العصاج. هنعصجها كده كويس قوي، وهنغطيهم بعد ما نقلبهم في بعض كده ونسيبهم بقى مع بعض تستوي كويس قوي، اللحمة تنزل ميتها وتشربها تاني وتكون مفلفلة معايا كده وجميلة. ههولها شوية كده عشان تستوي كويس، تطلع البخار اللي فيها. نزلت بقى بقرنين فلفل كده مقطعهم مكعبات صغيرة وورقتين لورا، وهنزل عليهم بالبهارات بتاعتي. هي كده اللحمه خلاص، احنا بنحط البهارات في الاخر والملح، ما ينفعش تحطي الملح في الاول عشان اللحمه ما تعملش كتل معاكي. انا حطيت معلقه صغيره من بهارات اللحمه، ومعلقه صغيره من البابريكا، ونص معلقه صغيره من الفلفل الاسمر. وهنزل بالملح بتاعي. انا كنت هنسى الملح بس افتكرته يعني. معلقه صغيره من الملح بس. وكده اللحمه بتاعتي خلصت خلاص، سبتها دقيقتين بعد ما حطيت لها البهارات وخلاص جبتها. هنا بقى معايا صينيه فيها شوربه، يعني يفضل الشوربه دي ما تكونش سخنه قوي ولا بارده قوي، عشان لو سخنه قوي هتطري معايا الرقاق قوي قوي ويطلع معايا ممكن يعجن منك، ولو بارده قوي مش هتعمل تفاعل معاه، فتكون وسط كده حلوه. وهبتدي بقى اخد كميه من الرقاق بتاعي، نص الكميه من تحت ونص الكميه من فوق والحشوه في النص. انا كده هبتدي احط اهو، بظبط كده بقى في اي جوانب، بحيث ان انا اخلي الصينيه كلها سوا واحد. انا كده حطيت نص الكميه من تحت، وهنزل بقى بالحشوه بتاعتي اللحمه المفرومه. الفلفل بيديها طعم حلو قوي وبيخليها كده شبه الفطاير. طبعا احنا دهنا الصينيه من تحت سمنه كويس قوي عشان ما يلزقش معانا وتطلع كده القطعه متماسكه كده. لازم ندهن الصينيه من تحت. احنا كده خلصنا اهو، غطيناه حوالي 10 دقايق سيبناه. هجيب بقى معايا مغرفتين كده من الشوربه مش كبار قوي، وهنزل عليهم بمعلقه صغيره من البيكنج باودر. البيكنج باودر هيخليه مورق معاكي وحلو قوي. بصوا البيكنج باودر حطيناه في الشوربه عمل رغاوي وتفاعل كده، والشوربه تكون سخنه جامد. لازم الشوربه تكون سخنه في الخطوه دي عشان البيكنج باودر يتفاعل معاها. وهرشها كده على الوش. بصوا بقى البيكنج باودر هيخلولك مورق وجميل قوي، وهتدوقي ان شاء الله احلى رقاق تعمليه لاول مره تجربيه. اهو كده هنقطعه بقى زي ما انت حابه تقطعيه بقى، صغير كبير براحتك. هنا بقى دهنة سمنه كده خفيفه على الوش عشان تخلي الوش كده محمر وجميل ومقرمش كده. ندهنه دهنه كويسه كده. ودخلته الفرن، حطيته على الشبكه مش على الصاج، من تحت على درجه حراره 180 لحد ما يحمر من الجوانب، ومن تحت بقوم ايداله الشوايه. وطبعا انت لو عايزاه طري بتغطيه كده، اول ما يطلع تغطيه بفوطه او بصينيه حاجه تكتمه يعني. لو عايزاه مقرمش بقى كده مش بتغطيه. بصوا طري ازاي وجميل ومورق. شايفين التوريقات بتاعته ما شاء الله، والحشوه جميله فيه، حاجه كده زي العسل ما شاء الله. يا رب الوصفه النهارده تكون عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لايك، ولو اول مره تشوفوا قناتي يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يجيلكوا كل جديد، واشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده. مع السلامه.